السلام عليكم. اليوم راح نخدم هذا الموديل تاع جبه اللي راه طوندوس وكامل الناس يحوسوا عليه. راح نبداو على بركه الله. باش نتحصلوا على نتيجه احترافيه لازم باترون اكاديمي. اذا باترون اكاديمي لازم ورق باترون ونخدم به الباترون باش نابليكي على القطعه وتكون نظيفه. ناخذ قطعه ورق باترون ونبدا القياسات. راح ناخذ القياسات خطوه بخطوه من الباترون الاساسي. راح نشوفوا كامل الخطوات وكامل القياسات تظهر على الشاشه. ناخذ بدايه الباترون. ناخذ مسافه بين الكتفين مقسوم على 2 زائد 1 سنتيم. انا هنا عندي 20 سنتيم ونبدا نرسم في الباترون نتاعي. اذا المسافه بين الكتفين 20 سنتيم. القياس اللي راح نخدم به هو لاطاي ام. اللي تحب تخدم القياسات وتخدم ديريكت على تبع معنا. انا نخدمه في لاطاي ال. راح ندير فتحه الرقبه. فتحه الرقبه من 8 حتى ل 9 حتى ل 10. انا هنا ندير 10 سنتيم. 10 سنتيم تاع فتحه الرقبه. ونهبط نميل ميالين الكتف ب 3 سنتيم. ب 3 سنتيم. وهنا انطلاقا من نهايه الكتف لتحت 3 سنتيم راح نهبط ب 20 سنتيم بهذا الشكل اللي هو دوران الصدر على 2 زائد 3 سنتيم. راح نخدم حردة الإبط. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش اللايك والبارطاج وسبسكرايب. راح نخدم هنايا حردة الإبط. هيا حردة الإبط. نروح لأعلى نقطة عند الكتف ونهبط بطول الخص. أنا عندي 42 سنتيم. ونحط دوران الخص على 2 زائد 3 سنتيم. أنا عندي 25 سنتيم. دوران الخصر. وهنا نطلع ونوصل النقطة هنا مع هذه. هنا عندي 1 سنتيم. نطلع ب1 سنتيم ونقوس إلى نهاية الخصر بهذا الشكل. هنا كملت الباترون تاعي. نروح كملت الباترون تاعي. الباترون الأساسي هذا هو. دروك نروح للرقبة. الرقبة قد نهود ب 15 إلى 18 سنتيم. أنا هنا عندي 15 سنتيم. نجي هنا نهبط. نقدر أكثر ونقدر أقل. ونهبط من هنا ب10 سنتيم عمودي على الخط الأول. نزيد نقدم ب1 سنتيم ونرسم خط مائل بهذا الشكل. بهذا الشكل. نجي هنا من هذه النقطة تاع الزاوية القائمة إلى نهاية حردة الإبط. ومن هنا على مستوى الكتف عندنا الكشكشة تاع الإلاستيك. راح نطلع مسافة باش نخلي قيمة الكشكشة. إذن هنا راني كملت الكم. شوفوا هنا نطلع نهاية الكتف. نطلع بخط طول الذراع. راني حابته من هنا حطيت 13 سنتيم باش نوصل الى نفس المستوى الخاص بنهاية حردة الإبط. اللي حابه تطول الذراع ولا تنقص كما تحبي. من هنا انطلاقا من هذه النقطة نوصلها الى نهاية حردة الإبط ونرسم قوس بهذا الشكل. وهنا حطيت القطعة الأولى تاع الذراع والقطعة الثانية اللي هي الصدر ونقص القطعتين. راني قصيت القطعتين وتحصلنا على قطعة أولى وقطعة ثانية. إذا راكي حابة في الكم تجيك كشكشة ويجيك نديرو التشريح باش تجيك مموجة. نقسمو إلى مستطيلات. وهاد المستطيلات نقسموها كما هنايا رانا نقسمو. ما نقسموش من الجهه اليمنيه اختي هذيك الجهه تاع الكشكشه اللي من هذه الجهه. نقسموها كما هاد المستطيلات قسموها ونفتحوا قد ما رانا حابين تكون لكم عريضه وتكون داك التمويج ويجينا داك التمويج. هنايا من الكوتي تاع الكشكشه يقعد مغلوق ما قدوش نحلوه.
من تما يجي لاستيك، ومنا تجي هذاك التمواج. قد ما حليتي قد ما تجيك ممواجه. هنا رانا نشوفوا، رانا نلاحظوا عندنا هنايا كشكاشه. غادي نفتحوا باطرون الصاد باش نديروا، باش نتحصلوا على هذه الكشكاشه اللي جايه شويه، ماشي بزاف. عندنا باطرون الصاد نصنعوا هاد الخطوط، هاد الخطوط المائله، نديروا غير 2 ما نكتروش. هاد الخطين المائلين نخدموهم ونقصوهم من جهه الكشكاشه. دائما نقصوا الجهه اللي غادي نديروا بها الكشكاشه، نفتحوا من 1 إلى 2 سنتيم باش ما تجيناش بزاف، كشكاشه غير صغيره ماشي بزاف.